بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ دلوقتي انا عايزه اقول لكم ان انا جمعت اللي هي وش اللبن. كنت كل ما اجيب لبن جاموس اغليه، اخد الوش بتاعه اجمعه في علبه في الفريزر لغايه ما العلبه اتملت ما شاء الله، بعد شويه حلوين كده. وبعدين جبت وش اللبن دوت ورحت جايه منزلاه، بس لازم يكون ساقع متلج، يعني تستحمليه تفضلي تضربي فيه. فانا طبعا عندي مضرب، رحت ضربه بالمضرب، بس انتي ممكن تفضلي تربي فيه بايدك. فانا هو متلج اهو، رحت جايه مشغله فيه بالمضرب، وتنيتني امشي معاه حته حته لغايه ما فك. وقعدت اضرب فيه بالمضرب زي ما انتوا شايفين كده. ضربته، خد مني شويه وقت كده وانا بضرب فيه. تنيتني اضرب فيه لغايه ما في الاخر بقى عامل زي الكريمه كده. برضو بقى تنيني اضرب، ما توقفيش ضرب لقيت. وكمان بعد ما يفكوا خالص روحي جايه معليه السرعه على اعلى حاجه عشان ما تفصلش مني. ولازم اقرر تاني، لازم تبقى ساقعه. تنيتني اضرب فيها لغايه ما فصلت، طلعت اللي هي السمنه، سابت اللي هي الخض اللي فيها كده. خلي بالك اللي هو الشرش اللي نازل منها ده عادي، ممكن تستعمليه عادي، وتروحي جايه مثلا عجنه بيه اي حاجه. لو هتعملي بيه قرص، تعملي بيه فطاير، ممكن تدسي بيه عادي، تستعملي كده بقى يا حبايبي. خلاص احنا وصلنا لاخر حاجه بقى، هي خلاص بقت كور السمنه كده. الشرش ساب السمنه، بقت كور السمنه بقى هنروح بقى حطينها في كيس ونحطها في الفريزر، واما تجمد في الفريزر هنغسلها بقى ونستعملها.